يعني أنا لسه منتبه لنص الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري ما جابش سيرة إن لجنة الخبراء ترجع تصيغ حاجة، هي قدمت المقترح بتاعها. الأصل في الموضوع دلوقتي احنا في مرحلة إن لجنة ال50 هي سيدة قرارها في كل حاجة، في الصياغة وغيرها، لها أن تستشير لجنة الخبراء في الصياغة تستشير، لكن الأصل إن لجنة ال50 ولجنة صياغتها هي الأصل في الموضوع. وبالتالي انت دلوقتي بتقول لي بتخلي الاصل هي لجنه الخبراء وان اللجنه ينضم اليها لجنه صياغه. لا، الاصل هي لجنه صياغه لجنه ال50 هي سيده قرارها ولها ان تستشير لجنه الخبراء. ما هو يا اخوانا احنا بندور في اطار، انا بتكلم على الاعلان الدستوري. ماشي، احنا هو الاصل عندي الاعلان الدستوري. ماشي يا خالد بيه، احنا بندور في الحقيقه في نفس الحلقة، مفيش خلاف، ليس هناك خلاف بين ما تقوله أو قاله الأستاذ الدكتور سلماوي ده مخزوقنا يعني وما نقوله. احنا بنقول الآن بدل ما نيجي نعمل لجنة صياغة في الجمعية وبعدين المادة 7 بيقولوا إن لجنة الخبراء بتشوف الصياغة النهائية مع احنا مش عايزين دلوقتي نتكلم في تناقض النصوص، احنا بنوفق بين النصوص. لا، هو في تناقض بين القرار الجمهوري والاعلان الدستوري. خلينا دلوقتي ده الحقيقه يعني ان لجنه الصياغه اللي هي تبع اللي في الجمعيه هينضم اليها لجنه ال10 والاثنين هيعملوا لنا نص دستوري هيعرض على الجمعيه، وكده نبقى اختصرنا الوقت. اوكي. ايه رايكم في الاقتراح ده؟ نصيغ الماده بهذا الشكل؟ في الصياغه يا ريس. نعم؟ في الصياغه انا بعتقد في النص انه مش ملزمه ال10، مش ملزمه